السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وش حالكم؟ ارحبوا مرحبا والله بالأول والتالي، وعلى ما قال من جدلان يا هلا ومية هلا، يرحبوا 100 رحب. أبعطيكم قصتنا قديمة، يمكن قد لها 400 سنة ولا أكثر. يقولون به قبيلتنا حالين على بير. القبيلة ذي عايشين على فضل الله ثم فضل ذي البير، يشربون منها، يرتوون ويسكون حلالهم. لين جاء ذيك المدة اللي ما هي بمشببه. يوم كل جاب دلوه وحذبه في البير يبغى يملاه يروى ويروي حلاله. كل رجال معه رشاه ودلو، الرشاه اللي هو الحبل، دلوه في راس رشاه. فلما حذبه في البير جاي يبغى يسحبه عود الرشاه ما في دلو. الحاله يظهر واحد دلوه مليان ماء وعشرة تعود رشيهم ما فيها دلي. كثرت الإشاعات وقالوا هذه فيها جن، هذه فيها عفاريت، هذه فيها، ولا معهم إلا الله ثم ذي البير، ما به بير حوله. حضر شيخ القبيلة وشاف وعاين وكأنه عرف إيش العلم. قال كل أهل القبيلة يحضرون، رجال ونسوان يحضرون ذا الحين عند البير. تجمعوا عند البير، كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وانثاهم. كثر الكلام، قالوا لازم رجال يحول الحين. المهم تكلم شايب منهم قال لا تكثرون الكلام والحكام، من الرجال اللي بيصمل ويطمر في البير ويعلمنا ايش فيها. لا والله يوم توخروا يا فلان حول يا فلان حول. جاك الشيخ وعنده حيلة، قال ميد بنات القبيلة تعالوا هنا يا بنات، عاينوا في البير جتكم الدنيا ايش فيها. عاينوا، يبي الشباب الشيخ يبغاهم يتحمسون وهم يتخرفنون وهم يطمرون في البير، ولا يبغاهم يتشجعون على الزواج، الله أعلم. الوكاد انه صمل ذاك الولد وقال انا اللي بحول في البير واجيكم بالعلم، لكن عندي شرط. قال وش شرطك يا ولد؟ قال الحبل اللي بتربطونه فيه واحول به لازم اخوي مع اللي يمسكونه. قالوا حاضري ما بخلاف. قال اخوه ابشر بالسعد، وهو اول من لازمه وظلك معه يجودون الحبل وينزلونه، وهو محزة مغرب قبل حزة مغرب. ولو انها جات في خطرهم اللي على خشم البير، يعني ايش ما هو واثقين فينا ما احنا محولينه ومظهرينه. جاك ذا الولد اللي صملهم ربط الحبل على حقوه، وقام خوه يدليه واللي معه ينزلونه لين وصل قاعة البير. يا ما وصل قاعة البير لا والله ما به الا 3 ربحان قرود ومعه شبرية، قام يطعن على نذبه مثل ما يفك الدلو من الرشال الذي الربحان. المهم عقب ما عقرها أخذها بجنبه وقال جروني اسحبوني. وين حط الربحان؟ حط الربحان على كتفه وراسه وكذا ولازمها، ولازم الحبل بيده الثاني. ويوم قدوا على فرة البير، ويوم شافوه ذول اللي ماسكين الحبل شافوه يحسبونه جن ولا فكوا الحبل، إلا أخوه ما فكر. يوم شافوا القرود فاختلعوا يحسبونها جن، إلا أخوه قال أنا فلان ظهروني الله يلعن بوكم ذي مغير قرود. الوكاد أن أحمر العين ظهر وشربوا وعينوا خير، والهدف والشاهد من ذي القصة إن ما مثل أخوه، كل بيبور فيك إلا أخوك. صحيح أن الرفيق المطلق والخوي المطلق ما يفرط فيه، لكن ما مثل أخوه، لقد معك أخو فتجود فيه مثل راعي الرشا.